باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عايزين نتكلم المرة دي في تكملة هذا الموضوع عن الأشخاص اللي بيغضبوا غيرهم. يعني إيه الحاجات اللي بتتعب الأعصاب؟ إيه الحاجات اللي بتتعب الأعصاب عشان أنتوا تبتعدوا عنها وعلشان ما تعملوهاش مع غيركم. يعني مش أنتوا ما تغضبوش، أنتوا ما تغضبوش غيركم. هنقول الكلام ده. عايز أقول بالنسبة للأعصاب، أعصاب الإنسان عبارة عن جهاز حساس في الجسم، جهاز حساس اسمه الأعصاب. وجايز الأعصاب تتعب بدون خطية، وجايز إنسان يروح لمريض أعصاب وما يكونش فيه خطية خالص. يعني يحدث في وقت من الأوقات مثلا نتيجة مرض في العظام إن العظام تضغط على الأعصاب، يبقى الإنسان تعبان مش قادر. زي إنسان مثلا عنده عرق النسا، بتضغط العظم على العصب، بيحصل كده. تلاقي مثلا إنسان عنده مرض يسموه ساكراليزيشن، ده بيحصل إن عظمة من عظام العمود الفقري تعمل زي يسموها فولس جوينت، يعني زي مش عارف يسموها ازاي يعني زي مثلا اتصال باطل، اتصال خاطئ، مش اتصال طبيعي بينها وبين عظام الحوض اللي يسموها السكرم، فبتضغط على العصب اللي موجود اللي يسموه سياتيك نيرف، تاخد من ظهره لحد آخر رجله، مضغوط على العصب. مش مضغوط على العصب يعني إنسان عصبي أو يروح عند طبيب أمراض عصبية أو مخه فيه حاجة، ده عظامه اللي تعباه بتضغط على أعصابه. دي حالة مرض معين بيضغط على الأعصاب. وأوقات كتيرة جدا تلاقي برضو لأي أسباب عضوية في الجسم بيحصل ضغط على العصب. والعصب مش ضروري يعني الأعصاب الجامدة اللي في الجسم، ده واحد جايز يكون عنده أسنان وجعاه والسوس فضل ماشي ينخر لغاية لما وصل للعصب فيتعب، ويجي الطبيب بتاع الأسنان يجيب له الحفار يحفر يقول له بس هتوصل للعصب، ما يقدرش يحتمل، يديله حقنة تخدره عشان ينظف. دي أمراض ملهاش دخل بأنك تقول إنسان عصبي ولا إنسان بيتنرفز ولا غيره، ده مرض. فجايز تكون الأعصاب سبب مرض، سببها مرض. جايز الأعصاب أيضا تعبها يكون سببه الإرهاق الشديد أو التعب. تلاقي الإنسان لما يكون تعبان جدا ومرهق جدا يقول لك أنا مش محتمل، تعبان. ولذلك نصيحتي لكم ما تكلموش إنسان مرهق أو تعبان. ولو عايز حاجة من واحد ما تجلوش وهو تعبان أو وهو مرهق أو وهو محتاج ينام وتروح كابس عليه وعايز تاخد منه حاجة، هيتعب مش قادر يحتمل. فعلا أعصابه بتكون مرهقة، مش نتيجة خطية روحية، لا، نتيجة تعب جسداني. نتيجة تعب جسداني. وربنا اللي خلق الإنسان عارف إن الإنسان يحتاج إلى راحة. هو اللي خلق الجسد وعارف إن الجسد ده عايز راحة، علشان كده ربنا إدانا راحة يوم في الأسبوع، وقال السبت لأجل الإنسان
وليس الإنسان لأجل السبت. يعني ادانا اليوم ده مش فريضة غصب عننا نطوعها، ده علشان لمنفعتنا. وربنا برضو من كرمه مش بس ادانا السبت، ادانا ايام اعياد وقال عملا فيها لا تعملوا، دي ايام مقدسة للرب. في العهد القديم تلاقوا الاعياد دي موجودة في سفر اللاويين اصحاح 23، جايب لستة بالاعياد كلها، ويقول عمل من الاعمال لا تعملوا فيه. فمن ضمن الحاجات اللي بتتعب الأعصاب التعب. بالنسبة لكم حاولوا تستريحوا، ما ترهقوش نفسكم، وأيضا ما تحاولوش تتفاهموا مع حد وهو تعبان مرهق. لو كلمت واحد وقال لك أنا تعبان دلوقتي، قول له طب بعدين أبقى أتكلم. لكن أنت عايز توصل وتيجي الواحد مرهق وتضغط هيتعب، هيروح متنرفز عليك، تبقى ارتكبت خطيتين: خطية انك انت بتضغط، وخطية انك انت اعثرت غيرك وتحمل خطيته هو. ودي شيء طبيعي. يعني انا هقول لكم على مرة حصلت معايا حكاية، فاكر الحكاية دي بالظبط، ربما كان سنة 66 أو 67 مش فاكر، وكان عندي أسبوع نهضة في أبروشية أبو تيج وطهطة. أبروشية كانت واخدة الحتة دي كلها، وطنة كانت واخدة الثلاثة دول، وما عرفش لأي سبب يسهر خط ضربة برد ولا حاجة، وكنت تعبان وسخنت ورقدت على الفراش. كنت برقد الصبح واجي المغرب اروح اوعظ وارجع ارقد تاني. فلقوني عيان، كنت اسقف ساعتها، كان سنه 67 او 66. فقسيس الكنيسه جه يعني يزورني وياخد بخاطري ويقول لي كلمتين طيبين ويدعي لي. فقعد معايا القسيس ده يتكلم وانا راقد، ومعاه سبحه وقعد ينزل السبحه حبايه حبايه. صدقوني كل حباية تخبط في حباية أشعر كأن واحد بيخبط على راسي بشاكوش. تقول لي إزاي تحتمل؟ أقول لك أعضاء الجسد كده، واحد عيان ومرهق وحباية ورا حباية ورا حباية، وأبونا فاكر إنه بيسبح ولا بيصلي ومش عارف هو بيعمل فيا إيه، وراجل كبير في السن وأنا مكسوف أقول له يا أبونا سيبك من السبحة بتاعتك دي أحسن دوشة دماغك. ولهذا تجدون أيضا من أسباب تعب الأعصاب الذين يعيشون في ضوضاء المدينة، في ضوضاء المدينة، واللي بيعيشوا في ضوضاء المصانع والحاجات اللي زي دي. تلاقي لك واحد في المهجر تكلمه كلمتين تلاقي أعصابه كده. بسبب إيه؟ شغل من 6 الصبح ل6 بالليل، مفيش راحة أبدا، مرهق، اتعود إن أعصابه تبقى تعبانة. وساعات ناس يجوا يقولوا مالهم بتوع المهجر دول كل ما يجوا نلاقي أعصابهم تعبانة؟ الشغل الكتير، الإرهاق الشديد اللي بيقع فيه الناس ومفيش راحة. يا ريت كل واحد يتعود إنه يعيش في جو هادي، إن ما قدرش على قدر ما يستطيع. الصوت العالي بيرهق الأعصاب أيضا. التليفونات المستمرة أصبحت شيء بيرهق الأعصاب. تعرفوا أن النظر الطويل إلى التلفزيون بيرهق أعصاب العين إرهاقا شديدا، وبخاصة اللي بينظر لضوء بيهتز كده على طول دايما. كل دي أشياء متعبة جسديا للعين. تفتكروش المدنية يعني حاجة سهلة، بتتعب. تقول لي مش كل اللي بيبصوا للتلفزيون بيلبسوا نظارات، مسيرهم، لكن دايما النظر إلى ضوء شديد وضوء بيهتز
لابد يتعب. ولهذا أيضا في ناس بينصحوا اللي بيركب قطر سكة حديد وماسك كتاب قاعد يقراه والقطر بيهتز والكتاب ساعات يهتز في ايده، برضه دي متعبة الأعصاب عينيه وممكن تجيب له مرض في عينيه. بقول لكم الأعصاب جهاز حساس. جهاز ايه؟ حساس. أيضا من ضمن الأشياء التي تتعب الأعصاب بعض الأطعمة. تعرفوا أن الأطعمة النباتية مريحة للإنسان، وغالبية الذين يأكلون النباتات تكون أعصابهم هادئة، بعكس أكلة الحيوانات. أكل اللحوم، ما هو اللحوم حيوانات يعني. أكل لحوم الحيوانات تكون أعصابهم أقل هدوءا، وتزداد أكثر من الذين يأكلون الدم. يعني يأكل كبدة بدمها تلاقي أعصابه بقت. عشان كده الحيوانات، الوحوش في جنينة الحيوانات ما بيوكلهمش حاجات بدمها. لو أسد بيأكل بدمه، مهما كان الشخص اللي بيمرنه واخد عليه ما يقدرش، شوية بشوية يتعب، فيوكلوه لحمة مسلوقة شوية عشان ما تبقاش بدمها. الحاجات اللي بدمه والحاجات اللحوم الكتيرة بتتعب، تخلي الإنسان طبعه شديد. في أشياء تريح الأعصاب وأشياء تتعب الأعصاب. خذوا مثلا الألوان. في نوع من الألوان الصاخبة تهيج الأعصاب، ونوع من الألوان الهادئة تهدئ الأعصاب. أيضا في موسيقى تهدئ الأعصاب وموسيقى تثير الأعصاب. زي كما يكونوا جنود رايحين لمعركة، تلاقي بقى الترومبيطة والخبط، تلاقي دمه بيغلي عايز يهجم على اللي قصاده، لأن في نوع من الموسيقى تعمل له كده. بيتهوفن أيضا كموسيقي كان أحيانا يضرب موسيقى تهدي الأعصاب، وفي نفس القعدة يغير الموسيقى، تلاقي اللي قصاده ابتدى يتنرفز، يهدي، يهدى، يطلع ماشي هو نفس اللي بياخد اللي بيسمع ماشي مع الدو ري مي فا صول، بيشغل له كده. في أدوية أيضا، أدوية تهدئ الأعصاب، ولكن الأدوية ممكن أيضا تحطم الأعصاب. إزاي؟ تصوروا واحد عصبه يشتد كده، وبعدين يجي دواء يرخيه، وبعدين يشتد ويجي دواء يرخيه، يبقى زي أستك قاعد تشد فيه يتمط ويرجع لغاية لما يفقد الإلاستيسيتي بتاعته، يعني يفقد المرونة بتاعته. تبص تلاقيه مش ممكن بعد كده لا يتمط ولا غيره، خلاص راح. ولهذا كثير من الناس يقولوا إن الأعصاب من الصعب معالجتها. يعني لو الواحد أعصابه تلفت اتهرت زي الأستك اللي اترخى وما بقاش يتشد، من الصعب ترجعوا إلى وضعه الطبيعي. تقول لي طب وأطباء الأعصاب جايز يوقفوه عند حد معين ما يسوقش عن كده، لكن يرجع تاني كيف يرجع؟ مش سهل. ففي أدوية أيضا تتعب الأعصاب. في أيضا من ضمن حاجات الأعصاب الطبع. ناس يقول لك ده طبعه ناري. طبعه إيه؟ ناري، يعني تلاقيه يسخن بسرعة. وفي ناس طبعهم هادي ما بيسخنش بسرعة. طبعا أنا عايز أقول إن في 3 حاجات: في طبع ناري، أو 4 حاجات. في طبع ناري، وفي طبع فيه الهدوء، وفيه طبع فيه البرود غير الهدوء.
تلاقي إنسان هادي يعني لطيف، وإنسان بارد جايز بروده ويشعل غيره. يعني تقول إزاي البرود يسخن؟ أهو ده البرود اللي يسخن، يعني البرودة اللي تسخن. ففي طبع إيه؟ ناري، وفي طبع هادئ، وفي طبع فيه برود، وفيه طبع فيه بلادة. أنا آسف لاستخدام هذا التعبير. تلاقي فيه إنسان عنده بلادة في الطبع، ما بيتأثرش كتير، مش لأنه هادئ، لأنه عنده بلادة في الطبع. مش قادر أفسرها أكتر من كده. فالطبع أيضا ممكن يؤثر في أعصاب الإنسان، وكل ما الإنسان يصلح طباعه بالتالي يصلح أعصابه. وفي أنواع زي ما بقول لكم من الأطعمة بتأثر، مش بس الدم. يعني جايز اللي ياخد شطة كتير، واللي ياخد فلفل كتير، واللي ياخد توابل كتير، نخليها على جنب. أنا مش عايز أخش في حاجات جسدية. وفيه طبعا حاجات تختص بالأعصاب نتيجة قلة الروحيات أو ضعف الروحيات. وكتير من الأعصاب بيكون سببها الكرامة. تمسك الإنسان بالكرامة بيخلي أعصابه تلتهب بسرعة. يعني في أسباب نفسية غير الأسباب اللي قلناها قبل كده بتتعب الأعصاب كتير. بالذات حكاية الكرامة دي بالذات، كتير من الناس تلاقي يصابوا بالنرفزة بسبب إيه؟ اهتمامهم بالكرامة بتاعته. وساعات واحد يقول لك فلان ده حساس قوي. حساس يعني ايه؟ يعني اقل كلمة تخدشه، اقل تصرف يعكر دمه من النوع اللي يتأثر بسرعة. وفي طبعا اعصاب بتتعب بسبب اخطاء الاخرين، ولعل هذه النقطة هي النقطة الأساسية اللي عايز أقولها لكم في الموضوع بتاعي. الأعصاب اللي بتتعب بسبب إيه؟ أخطاء الآخرين. ونخش شوية في أخطاء الآخرين ونقول إيه اللي بيجيب التعب. من ضمن الأسباب التي تتعب الأعصاب الكلام. ساعات الكلام الكتير. الكلام الإيه؟ الكتير. يعني إيه؟ يعني واحد يجيب لك موضوع تافه ويكلمك فيه نص ساعة أو ساعة، لغاية لما راسك تبقى خلاص تقول له أرجوك كفاية، فهمت اللي أنت عايز تقول. زي مرة من المرات كتبت في مذكرتي العبارة الآتية: قلت جاء يجلس معي ويكلمني كلاما طويلا محصلته كلها هي لا شيء. محصلتها كلها هي إيه؟ لا شيء. والأعجب من هذا أنه بعد ذلك طلب ميعادا لكي يكمل هذا اللا شيء بلا شيء آخر من نفس النوع. في إنسان يقعد معاك يكلمك ساعة وبعدين تقول أنا خرجت بنتيجة إيه؟ مفيش حاجة. تقول حاجة تنرفز. لذلك أرجوكم حرصا على أعصاب غيركم، إن كل حاجة ما تاخدش أكتر من الوقت اللي تستاهله. يعني الحاجة اللي تستاهل كلمة ما تقولش فيها جملة، والحاجة اللي تستاهل جملة ما تقولش فيها محاضرة، والحاجة اللي تستاهل محاضرة ما تألفش فيها كتاب.
من ضمن الأشياء التي تتعب الأعصاب أيضا الكلام المتكرر. يعني واحد يجيب لك موضوع ويعمله لك غنيوة، يصبحك بيها ويبيتك بيها، تقول له يا أخي فهم، يقول لك لسه القرار بتاع الأغنية جاي تاني. والقرار فيه تكرار، والتكرار بيتعب الأعصاب. ولذلك من ضمن الأشياء التي تتعب الأعصاب تكرار الكلام المفهوم المعروف. واحد يكلمك تقول له أيوة فهمت، يقول لك لا ده لسه. طب اتفضل. يكلمك تاني وتاني، خلاص فهمت. مش انت عايز كذا؟ يقول لك لا بس استنى اشرح لك. يا حبيبي فهمت. يقعد يشرح لغاية لما انت تقول يا رب انقذني من هذا الانسان. ده لو كنت راجل قديس تقول يا رب انقذني. كثرة الكلام أزيد مما يجب مثل الشخص الذي كلامه وزنه أقل بكثير من حجمه. يعني حجمه كبير قد كده ووزنه مفيش حاجة. أو الكلام المتكرر، أو الكلام الكثير المقدمات، أو الكثير الشروح، أو الكثير التكرار. يا ريت تحفظوا دول بدل ما اكررهم تاني تقولوا لي ما احنا فهمنا. هذا يوجد نوع من الملل، والملل أيضا يسبب تعبا للأعصاب. في نوع أيضا يسبب تعب للأعصاب وهو النكد. في ناس نكديين، يعني طبعهم نكدي، لما يقابلك لازم ينكد عليك. بأي طريقة، إما ينكد عليك لإما يشركك في نكده هو. يعني إنسان ما يبطلش بكى وشكوى ولازم تشترك معاه في بكاه وشكوته. لو مرة وعدت خلاص، لكن لو كل يوم نفس البكى ونفس الشكوى ونفس البكى ونفس الشكوى يسبب تعبا للأعصاب. صحيح الكتاب قال بكاء مع الباكين، لكن ما قالش ان الواحد يبقى طول عمره بكى وطول وقته بكى مع الباكين. حتى نفس الباكين بيتعبوا من كثرة البكى، بيتعبوا من كثرة البكى. الناس النكديين أو بيسببوا النكد بيتعبوا أعصاب الآخرين. وفي إنسان تتعب أعصابه بسبب النكد، بسبب الفشل مثلا، لأن فشل الشخص أو فشل أقاربه أو أولاده أو أصحابه برضه بيتعب الأعصاب. وعدم تحقق الأغراض بيسبب تعب للأعصاب. فمفروض الإنسان أول ما يلاقي سبب جاي من كده يحاول يخفف عن نفسه شوية. نحن نشكر أبانا الطيب القديس أيوب الصديق اللي جاله النكد ورا بعضه وما حطمش أعصاب. لكن ممكن الأخبار المتلاحقة اللي ورا بعضيها تتعب الأعصاب. لذلك إذا كان في 5-6 أسباب يجيبوا نكد وهتوصل لواحد، يوصل له سبب واحد ويسيبه لما يستريح ياخد السبب التاني، لكن مرة واحدة مش لطيف. من ضمن الأسباب التي تتعب الأعصاب الغباوة. يعني تكلم واحد مش قادر يفهمك فتتعب. يكون بطيء الفهم أو عديم الفهم، أو يفهم غلط أو ينفذ غلط. ولهذا كثير من الأذكياء يتعبون جدا في حياتهم، وكثير من الأذكياء بيكونوا بيتنرفزوا بسرعة. تلاقي واحد ذكي جدا ويتفاهم مع ناس مش قادرين يفهموه يتنرفز عليهم. ودي من متاعب معاشرة الأذكياء.
وكتير ساعات واحد يتعامل مع دول يقول له معلش أنا عقليتي مش زي عقليتك، أرجوك تفهمني شوية. فإذا كنت بتعاشر ناس عقليتهم بسيطة، يحتاج الأمر إلى شيء من التواضع إنك تتنازل إلى عقليته. ولذلك الواحد يستغرب من ربنا اللي عقله غير محدود وبيتفاهم مع بشر عقلهم محدود جدا، ويمكن عقلهم يعتبر غباوة كلية بالنسبة لربنا، وبرضه ربنا بيتفاهم معاهم وما بيتنرفزش عليهم. دي يعني صفة جميلة في ربنا نشكره عليها، إنه بياخدنا على عقلنا. طبعا بياخدنا على عقلنا، يروح فين عقلنا ده إلى جوار ربنا ولا حاجة. نوع تاني من الأشياء التي تسبب تعب الأعصاب الإهانة، سواء إهانة لشخص أو إهانة لأصحابه أو لأحبائه أو لمعارفه أو لأشخاص يقدرهم، أو التهكم أو السخرية بالناس، أو الكلام الموجع. لذلك الكتاب بيقول الجواب اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. ولذلك إذا تكلمت مع أحد راعي شعوره، لا تستخدم كلمة جارحة ولا كلمة موجعة، وحاول أن ألفاظك تكون ألفاظا هادئة، لا تهين أحد، لا تقلل من كرامة أحد. أيضا مع الصغار، لأن ساعات ربما البعض يحترس في كلامه مع الكبار ما يهينهمش، لكن ما عندوش مانع يهين الصغيرين، وبرضو الصغيرين لهم نفس الإحساس ونفس الشعور. ومفروض نكون عندنا رقة في الكلام مع الكبار ورقة في الكلام مع الصغار، سواء كانوا صغار في السن أو صغار في المركز، الحكاية واحدة. لازم الإنسان ما يكونش شديد في كلامه مع الناس. وجايز تكون الشدة مش في الألفاظ، جايز تكون الشدة في الحركات، جايز تكون الشدة في الملامح. وانت ضروري تقول له واحد كلمة احتقار، لكن ممكن تبص له بصة كده يتفهم منها الاحتقار، أو تروح مشوح بإيديك تشويحة يفهم منها احتقار برضه. فبرضه كل نوع من أنواع الإهانة، سواء كانت إهانة باللفظ، إهانة بالملامح، إهانة بالحركات، أشياء تثير السخط. ومن أمثلتها ما يسمونه بالمزاح الثقيل. المزاح الثقيل، يعني واحد يبهدل في واحد وفي الآخر يقول له لا مؤاخذة ده أنا بضحك معاك. مفروض الضحك له حدود والمزاح له حدود، وليبعد الإنسان عن المزاح الثقيل أو المزاح اللي يجرح الشعور. وزي ما بقول للبعض في الضحك، إنك تضحك مع الناس لكن ما تضحكش على الناس. في فرق بين إنك تضحك مع الناس أو تضحك على الناس. من ضمن الأشياء التي تتعب الأعصاب أيضا كل عوامل الإثارة. كل عوامل الإثارة. وأنواع الإثارة كثير جدا، زي مثلا تكشف أسرار واحد بتثيره، يقول لك كلمة في السر يلاقي كل واحد سمعها فبتثيره، بتتعب أعصابه. أو الإحراج، تحرج واحد. وفي ناس يتفننون في الإحراج. يعني يتفننون في الإحراج، يعني مثلا يجي قصاد الناس ويسأل واحد سؤال ما يعرفش يجاوب عليه، فيتلخم، فصاحبنا ينبسط
ويبقى التاني أعصابه تعبان. يحرجه أمام الناس، يكشف جهله، أو يحرجه ويكشف احتياجه. يكشف إيه؟ احتياجه. زي اتنين مثلا يقعدوا في قهوة، يقعدوا في كازينو، ويجي ساعة الحساب يعمل إنه مشغول ويحرج اللي قصاده وهو ما يكونش معاه. أو يكشف خطأه، يكشف جهله، يكشف خطأه، يكشف احتياجه، أي حاجة. أو يستخدم كلمة بالإنجليزي بالفرنساوي والتاني مش فاهم الكلام وهو يقصد إنه ما يفهمش عشان يحرجه. برضو حاجة تثير الغضب، يقول لك أنا مش هقعد مع فلان ده تاني. أنواع الإثارة. في حاجة أيضا تسبب تعب الأعصاب، وهي العناد. العناد أو المخالفة أو العصيان. ما هو كثرة المخالفة تسبب عناد. يقول لك فلان ده عامل زي الشريك المخالف. واحد يشارك واحد، والواحد ده لازم يمشي في سكة عكسه. يقول له نروح يمين، يقول له أنا بحب الشمال. دايما المهاود بيريح غيره، لكن اللي دايما يخالف يتعب. أو اللي مش ضروري يخالف، يناقش في كل حاجة، كل ما تكلمه كلمة يناقش فيها. طب يا أخي اقبل ولو كلمتين. يقول لك وعشان ايه اقبل ولو كلمتين؟ في ناس غاويين كده تلاقيهم ما يريحوش أبدا. يقول لك أنا مستعد أروح الرحلة ما عدا بس ما يروحهاش فلان، لأنه لو راح هيعكنن علينا. إزاي؟ زي الشريك المخالف، عايز كل حاجة يجادل فيها، كل حاجة يناقش فيها، كل حاجة يعارض فيها، كل حاجة يخالف فيها. حاجة تتعب. وطبعا تخش في دي شقاوة التلامذة، سواء في بالنسبة للمدرسين أو بالنسبة للحوش، أو المقالب اللي يعملوها في بعض، أو المقالب اللي يعملوها في المدرسين. برضو حاجات بتتلف الأعصاب. ولذلك ساعات تلاقوا ناس من المدرسين أعصابهم تعبانة جدا، إلا لو كانوا مدرسين الواحد فيهم بحبوح ويضحك مع الطلبة والطلبة يضحكوا معاه وبيخرجوا مبسوطين مع بعض يعني. لكن لو كان ما بيحتملش، ولو الطلبة شعروا إنه ما بيحتملش، يعرفوا يهشكوه شوية. لذلك اللي تتجوز واحد يكون مدرس من النوع ده جايز يتعبها في البيت. من ضمن الأشياء اللي تتعب الأعصاب الاضطهاد. زي واحد يضطهد رئيسه أو أي حد آخر. أو الضغوط. الضغوط بتحطم الأعصاب. وناس كتير جدا عندهم الضغوط. يعني ايه ناس عندهم ضغوط؟ يعني واحد عايز يوصل للي هو عايزه ودلوقتي، فيمسك واحد تاني يقعد يضغط. يقول له طب اديني فرصة أفكر، اديني فرصة أدبر الموضوع، طب اديني وقت. لا، لازم دلوقتي. لا فرصة ولا وقت ولا تفكير. ضغط يتعب الأعصاب. أرجوكم إن كنتوا في حياتكم مع الآخرين بلاش الضغوط دي. وجايز الضغوط يضغط بها كبير على صغير، أو يضغط بها صغير على كبير. ممكن زي ابن يضغط على أبوه في إنه لازم يوافقوا على حاجة الأب مش موافق عليها. أو معترف يحاول يضغط على أب اعترافه عشان ياخد منه موافقة على حاجة وأب الاعتراف مش موافق عليه. أو ضغوط في الحياة العائلية أو في الحياة العملية إلى آخره. الضغوط عموما متعبة.
وتثير الأعصاب وتعطلها. أيضا كون إنك تكلف واحد فوق ما يطيق، تكلفه فوق ما يطيق، دي برضو بتتعب أعصابه. فابتعدوا عن الحاجات دي اللي تتعب أعصاب غيره. من ضمن الأشياء أيضا التي تتعب الأعصاب التسلط. التسلط يعني واحد يكون رئيس في عمل فيتسلط على الباقيين، أو زوج يتسلط على زوجته، أو أخ كبير يتسلط على بقية إخواته، أو حماه تتسلط على زوج بنتها، أو أي نوع من أنواع التسلط. الناس يكرهون التسلط. وأيضا من ضمن التسلط التضييق على الحريات. فالزوج الذي يضيق على حرية زوجته، ما تتكلميش مع فلان ولا فلان، ما تقابليش فلان ولا فلان، ما تزوريش فلان أو فلان، ما تخرجيش كده، ما تجيش كده، حاجات تتعب الأعصاب. دايما الناس يحبوا أن يكون عندهم شيء من الحرية. حتى أي موظف لما يشعر أنه مش واخد عنده حرية في الحركة أعصابه بتتعب ويعيش في رعب. يا ترى لو عملت دي هيقولوا لي غلط، يا ترى هقع في دي، يا ترى هيمسكوني في دي. تلاقي أعصابه ابتدت تتعب وتدخله عقدة الخوف ويبقى تعبان. فحاولوا أنكم لا تضيقوا على غيركم. أو إنسان يضيق عليه لا يكون عنده حرية الكلام ولا حرية التعبير ولا حرية التصرف. نوع التضييق يحطم الأعصاب. واحد يتجوز واحدة وفاكر إنه جاب عصفورة بيحبسها في قفص عشان تغنيه، وجايز لو غنت يقول لها الغنى بتاعك سمعه فلان. طب تعمل ايه دي مسكينة دي؟ اشكروا ربنا انكم مع ازواج سامحينكم انكم تيجوا الاجتماعات، لان برضو ساعات في ازواج يقولوا بلاش تروحوا هنا ولا تيجوا هنا. وتضييق في المواعيد وتضييق في المصروف وكل انواع التضييق بتتعب الاعصاب. سواء في الحياة الزوجية أو في الرئاسات، أو نوع التسلط يأتي في أوامر غير مفهومة أو أوامر متناقضة مع بعضها البعض أو أوامر عشوائية، فكلها أشياء تتعب الأعصاب. يقول لك اللي يعاشر فلان إن ما كانتش أعصابه دي سلبة ما يعرفش يعيش معه. أو يقول لك إذا تعاملت مع فلان حاول تخلي أعصابك في ثلاجة، لأن هو ممكن يسخنك في وقت مناسب وغير مناسب وله طرق يتفنن فيه. من ضمن الأشياء التي تتعب الأعصاب الالتواء. تلاقي شخص ملتوي مش قادر تفهمه، مش قادر تفهمه، مش عارف قصده إيه ولا نيته إيه، ومرة يقول كلام ومرة يقول عكسه. دايما الناس اللي عندهم التواء يتعبوا أعصاب الآخرين. وهكذا الإنسان الكذاب يتعب أعصاب الآخرين. أو الإنسان الذي يسلك في خداع أو في رياء يتعب أعصاب الناس. دايما الصراحة تريح، ولما تكون ماشي مع واحد وعارف السكة بتاعته دغري تبقى مستريح. لكن اللي يلففك في 20 حارة ويرجعك من حيث لا تدري، ده تتعب. تقول أنا مع فلان ما أعرفش راسي من رجلي، هم فين؟ دي أشياء تتعب الأعصاب. ويا ريت ما يكونش واحد عندكم في صفة من هذه الصفات. أو الشخص اللي بوشين برضو يتعب الأعصاب. تبقى سامعه بيقول كلام وفي حتة تاني بيقول كلام تاني، تلاقي أعصابك ابتدت تسخن. نقول لك مالكش دعوة، خليك في حالك. تقول خليني في حالي لكن تعبان. أو الأشخاص اللي يضيعوا غيرهم.
شخص يضيع وقت غيره، أو شخص يضيع فرص من غيره، أو شخص يضيع مستقبل غيره، أو شخص يضيع حياة غيره، كلها أشياء تتعب. ومثلها من يكلمك في وقت غير مناسب. الخيانة أيضا تتعب الأعصاب، والدس يتعب الأعصاب، وتوصيل الكلام يتعب الأعصاب، وتأليف الكلام أكتر من توصيل الكلام. تقول يا ريت فلان يوصل الكلام زي ما هو، لكن ياخده ويضيف عليه مفهومه الخاص، ويضيف عليه استنتاجاته الخاصة، ويضيف عليه كلام من عنده، ويفبرك كلام زي ما هو عايز. كل دي ممكن إنها تتعب الأعصاب، مش بس نقل الكلام من واحد إلى آخر. الإنسان الذي يحب أن يعيش بأعصاب هادئة يا ليته أيضا يساعد غيره أنه يعيش بأعصاب هادئة، لأن تعب الأعصاب بيسبب تعب النفس، بيسبب تعب الفكر، بيسبب تعب الروحيات، بيسبب تعب في التصرفات، بيسبب تعب في الحياة. تصوروا رجل متزوج امرأة وعايشين بأعصاب هادئة، كل واحد بيريح التاني، ما بينرفزوش في حاجة. أو 2 شركاء في عمل، كل واحد بيريح التاني. فمسألة الأعصاب ترتبط بروحيات الإنسان، وترتبط أيضا بأبديته، وترتبط بعلاقاته بالآخرين. نرجو لكم جميعا أعصابا هادئة. تفضلوا نصلي.